وعشان ما يدفعش تمن تذكرة القطر قرر ان هو يقتل. شاب مصري عنده 21 سنة في ايطاليا، مسافر وراكب القطر مع بنت عندها 15 سنة. جاله الكمساري قال له هات التذكرة، ما ردش عليه. كرر السؤال مرة واثنين وثلاثة، تعاملوا معاه بتجاهل تام. الكمساري عرض عليهم قال لهم لو انتوا مش معاكم التذاكر انا ممكن ادفعك تمن التذكرة بس وما ادفعكش اي غرام. البنت اللي كانت مع الولد قررت ان هي تتعامل مع الكمساري بقلة ادب، فالكمساري قرر ان هو ينزلهم من القطر وقال لهم لو كده هطلب لكم البوليس، وبالفعل نزلهم من القطر. البنت تطاولت على الكمساري بالضرب بالايد وقلة الادب والحاجات من دي. الشاب بدل ما ياخد البنت اللي معاه ويمشي، لا، قرر ان هو يطلع آلة حادة ويطعن بيها الكمساري. خبطه خبطة في كتفه وخبطة في دراعه، ما قتلوش والحمد لله. الشاب بعد ما طعن الراجل هرب، فكر نفسه ان هو كده خلاص نجا، بس ما كانش يعرف كل ما كان في كاميرات متصور اللي موجود واللي حصل كله. والحكومة الإيطالية عرفت ان هي تجيب